الأوتيزم أو التوحد هو اضطراب في النمو بيظهر من سن 2 ل3 سنين، وبيجي لطفل من كل 67 طفل بيتولد. بيسبب 3 حاجات: قصور في اللغة، بيخليه يفقد أي مفردات أو كلمات يكون اتعلمها أو اكتسبها في بداية عمره. قصور في التواصل الاجتماعي، بيخلي مفيش تواصل بصري مع اللي بيكلمه وما يعرفش يكون أصدقاء. قصور في السلوكيات، وده بيخليه يكرر بعض الحركات. أحياناً مصاب التوحد بيكون متفوق في الدراسة أو الفن أو الموسيقى، عشان كده وعي الأهل ومعاملتهم لطفل التوحد بشكل سليم هيعزز قدراته وهيخليه متفوق ويخلي حالته تتحسن بشكل كبير. طفل الأوتيزم طفل طبيعي، لكن بيحس باللي حواليه بشكل مختلف، وبينزعج جداً لما بيحس إنه غير مقبول من اللي حواليه أو إنهم بيبعدوا عنه، وأكتر حاجة بيحتاجها هي إننا نقبله ونحبه. بس الحقيقة إحنا اللي محتاجين إنهم يكونوا دايماً بينا في وسط الحياة الصعبة اللي كلنا عايشينها، لأنهم مصدر البراءة والحنية والحب اللي من غير شروط. التوحد اضطراب مش مرض، ما تخافش منهم.